هنعمل بقى النهارده حلا بارد بالمانجا، مش هنستخدم فرن ولا بوتاجاز، كله على البارد، ولا هنستخدم خلاط ولا مضرب، سهل خالص وسريع. ممكن الولاد كمان يعملوه معاكم، والطعم بقى حكايه، مش هتبطلوا اكل فيه من حلاوته. يلا نبدا على طول، بس قبل ما نبدا يا حلوين يا ريت ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. معايا كوبايه كريم شانتيه او اللي هي كريمه الخفق البودر او السائله طبعا، الاتنين ينفعوا. ومعايا كوبايه ميه ساقعه متلجه، وهنزل بيها شويه بشويه لغايه ما اوصل للقوام المظبوط. ضروري تكون الميه متلجه لان الميه الساقعه هي اللي بتنشط الماده اللي في الكريم شانتيه. مش لازم ابدا تستخدموا مضرب كهربائي، ممكن بالمضرب اليدوي او باي حاجه، مفيش مشكله خالص. هضرب بقى فيه لغايه ما نوصل للقوام المظبوط، مش بياخد وقت معانا. الكريم شانتيه ده كان خام، فحطيت له معلقه كبيره او معلقه كبيره وشويه سكر بودر، وطبعا ده حسب الرغبه. لو هو فيه سكر خلاص مش هتحتاجوا تضيفوا سكر، لو حابين تحطوا لبن بدل الميه تمام، بس هو يعني مش هيفرق لا في الطعم ولا في القوام. وده كده شكل القوام المطلوب، ما تقلهوش عن كده عشان هو لسه لما هيخش في التلاجة هيتقل. وشيلته بقى في التلاجة لغايه ما اكمل بقيه الوصفه. معايا مانجا، انا استخدمت في الوصفه دي حوالي نص كيلو من المانجا. قشرتها بقى. المانجا دي نوعها نعومي، بتبقى ميزتها ان هي بتبقى جامده وفي نفس الوقت مستويه من جوه ومسكره، وبنقدر نقطعها شرايح، والبذر بتاعتها صغيره. وطبعا تقدروا تستخدموا اي نوع مانجا انتوا بتحبوه، حتى لو المانجا اللي عندكم مش متماسكه وما تقدروش تقطعوها شرايح، ممكن تقطعوها وتحطوها بالمعلقه مفيش مشكله. وممكن بدل ما تقطعوها شرايح تقطعوها مكعبات، بتبقى شكلها حلو قوي برده. وهستخدم كمان بسكوت. انا استخدمت حوالي 5 عبوات من البسكوت اللي هو الحجم العادي، يعني هتستخدموا من 4 ل6 بواكي بسكوت. وفي صينيه بقى او بوله او كاسات كوبايات زي ما تحبوا. ومعايا بقى لبن، يا دوبك بس هحط البسكوت جوه اللبن واطلعه على طول، مش هسيبه كتير عشان ما يبوش، هو بقى هيطرى مع نفسه بره. وهرص بقى البسكوت في الصينيه بالشكل ده. الحته دي صغيره مش تاخد بسكوتيه كامله، فقسمتها كده 2 ورصيت بقى كده البسكوت بالشكل ده. وعملت بقى كمان طبقه تانية بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم انها وصفه سهله وسريعه، بس طعمها يجنن، كانكم بتاكلوا قطعه جاتوه او تورتايه من اشهر المحلات واحلى كمان. ده الكريم شانتيه اهو بعد ما طلعته من التلاجة، بصوا القوام بتاعه تقل ازاي. هحط بقى جزء من الكريم شانتيه على الطبقه اللي احنا عملناها من البسكوت، وهفردها. وبعد كده بقى هحط شرايح المانجا على الصينيه كلها. وبعد كده بقى هحط طبقه تانية من البسكوت بنفس الطريقه، بس هحط طبقه واحده بس مش طبقتين. وحطيت بقى كريم شانتيه تاني على الوش، وفردته كده بالشكل ده. وبعد كده بقى حطيت برضو مانجا على الوش. عملت نصها مانجا والنص التاني جبت بسكوت وكسرته بالشكل ده، وبقى رشيته كده عليها. كان طعمه حلو قوي برضو، وهي كده كده فيها مانجا من النص. والكمية المتبقية بقى جبت كده كاسات صغيرة، وحطيت 4 بسكوتات، عايزين تحطوا 3 4 بسكوتين زي ما تحبوا. وحطيت بقى كريم شانتيه والمانجا من فوق وبس كده. عملت 3 بولات صغيرين، يعني الصينية دي و3 بولات صغيرين. الصينية دي مقاسها 25 في 17. ودخلت بقى كل ده التلاجة كده يشرب من بعضه ويتماسك. خرجتها بقى من التلاجة، كان بقى لها ساعتين تقريبا، ممكن تسيبوها ساعة بس مفيش مشكلة. وما اقولكوش بقى على الطعم يجنن، هتخلص على طول من حلاوتها. ممكن كمان تعملوها في عيد ميلاد، يعني لو انتم مستعجلين عايزين تعملوا كده حاجه سريعه، اعملوها في صينيه التشيز كيك وهتبقى احلى من احلى تورته فانيليا، ونجاحها بقى مضمون 100%، ومش هتاخد معاكم وقت خالص. ما تنسوش بقى يا حلوين اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش رايكم يهمني جدا، اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم بوصفه جديده. مع السلامه.